السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بصوا بقى، العيد بيجي بخير وبرزقه وفرحته. جنة بقى كده حاجات جميلة قوي في العيد، هوريها لكم معايا في الفيديو ده. بصوا بقى، دي ماسورة على ضلوع على لحمة. بصوا ميكس كده رهيب. احنا حطيناها بقى تغلي، وبنشيل الريم اللي على الوش ده بعد ما طلع، بعد ما غليت اول غلوة، علشان ده يعتبر ايه اللي هو الزفارة الحاجات اللي هي بتبقى تطلع دي المفروض تتشيل. بنقلبها بقى تقليبة حلوة كده، ونجيب اللي فوق تحت واللي تحت فوق علشان كله يستوي كويس. يعني الحاجة اللي زي كده العظم بقى اي حاجة بنقلبها علشان تستوي من فوق ومن تحت كويس. طبعا احنا يعني سواء بسم الله ما شاء الله، حاجة كده مواسير مش عايزة اقول لكم. دي بقى كرشة اهي، كلها كرشة عجالي. طبعا عارفين الكرشة الجملي بتبقى فاتحة شوية عن دي، وبتبقى يعني بتبقى يعتبر سهلة في التنظيف، لان لما بنيجي نعملها كده بالسكينة ومهما ضغطنا عليها ما بتتقطعش، انما الكرشة العجالي مش بتستحمل. انا برضو سخنت لها شوية مية وكحتها كده شوية بالسكينة قبل المرة دي، كان النور قاطع والتصوير واقف. بس يعني طلعت كل حاجة فيها، ما كانش فيها اي حاجة وما كانش فيها اي زفارة، وعملتها مرة واتنين بمية سخنة. بس كده اقصى حاجة. هي بصوا كده ابتدت تتهري اصلا وهتتقطع مني، فما حبيتش اضغط عليها قوي قوي بالسكينة، بس غسلتها مرة واتنين وتلاتة. والجزء اللي ورا ده انا برضو نضفته كويس قوي، كان في شوائب كده ودهون فيها شوائب وحاجات تانية مش كويسة وريحتها زفرة، فانا شلتها كلها. قلت مش مشكلة. بصوا اهو الدهون كلها اللي ورا اللي فيها اي شوائب مش راضيه تنضف، عماله اغسلها واعملها مش راضيه تنضف خالص، فانا شلتها. قلت مش مشكله يبقى فيها دهون، بس اهم حاجه ما يبقاش فيها شوائب. اما اجي يعني اسلقها او اي حاجه ما تزفرهاش كلها. اهو بصوا، هي الدهون اللي ورا دي تبقى بقى شايله شوائب وتراب، واي شوائب بتطلع من الاحتكاك بتاع السكينه ده الاقيه لزق ورا في الدهون، فقلت مش مشكله يتشال احسن. غيرنا بقى الميه اهي، نجيب ميه تانية نحط فيها شوية خل، وهنعصر فيها ليمونتين وشوية ملح، وهننقع فيها بقى الكرشة تاني. اهو الليمون اهو، دول ليمونتين كانوا صغيرين فاضلين، يعني مفيش غيرهم، بس ايه هيقضوا الغرض. اهم حاجة ما يبقاش فيه ريحة زفارة للكرشة ولا اي ريحة مش حلوة. يعني الواحد العين بتاكل قبل البق، فلازم الواحد يشم ريحة حلوة، يبقى شايف منظر حلو قبل ما يبقى هيدوق. بصوا اهي، هنقع بقى تاني كده في ميه اهي، كده ملح وخل وليمون، واحط على شويه ملح تاني من الوش كده امسحه بيها. ملح بيشيل بقى اي زفاره، والخل والليمون يعني بصوا مش عايزين اي زفره فيها، خصوصا اللي بتبقى طازه دي بتبقى عايزه تتنضف كده على طول وهي سخنه. دلقنا بقى الميه وهنضف الحوض عشان بتبقى ريحتها مش حلوه قوي، مكان تنظيفها من الريحه مش حلوه قوي. هننضف عشان حطينا اي مواعين، حطينا اي حاجه تانية نغسلها، اي حاجه هننضفها، هنرمي فيها اي اطباق، هتبص تلاقي الاطباق او اي حاجه حطيناها في الحوض هتبصوا تلاقوها خدت من ريحه الكرشه او من ريحه الحوض عامه. بصوا نضفنا بقى، هنجيب المواسير بتاعتنا حاجه كده. بصوا بسم الله ما شاء الله، النخاع بقى مش عايزه اقول لكم، وحواليها اصلا كده لحم وعصب، تحفه تحفه تحفه، بيودي الشوربه في حته تانية خالص خالص. يعني بصراحه حتى الواحد بعد كده ما يعمل فراخ يجيب ماسوره زي دي كده يحطها في الشوربه عشان تطعمها. هنشطفها برضو كده شطفه حلوه، اهم حاجه ميبقاش فيها اي شوائب او اي تراب مكان الشنطه اللي كانت فيها، مكان الذبح. بصوا دي ضلوع، دي حتت اهي زي الضلوع كده، والركبه دي ركبه برضو حلوه قوي قوي قوي، واللي جوه دي بصوا بتبقى قرقوشه بقى كده جميله. دي ركبه اهي، اللي هو الفاصل اللي بين العظمتين ده بيبقى محمل لحم وعصب تحفه قوي قوي. والضلوع دي اللي هي زي الريش كده. بصوا دي ركبه اهي تاني، مواسير بقى ما شاء الله. بصوا خيرها فيها جميله قوي قوي قوي. تسلم ايد اللي جابهم لي، تسلم ايده، كل سنه وهو طيب يا رب، ربنا يطعمه يا رب. هنحطها بقى كده في الطبق،
تصفى كويس، تنزل بقى اي ميه مش نضيفه، تنزل الدم، اي حاجه، المهم ان هي ايه تتنضف. ما نعينهاش حتى لو عيناها في الفريزر ما تبقاش فيها دم او ميه، علشان ما تتجمعش في الفريزر او تنقط في الفريزر على اي حاجه تانية. بصوا بسم الله ما شاء الله، هي كانت قربت تستوي. هنفضل برضو كل مره كده نيجي هنقلب اللي فوق تحت واللي تحت فوق، ونعوج الماسوره كده وكده علشان اللي فوق واللي تحت يستوي كويس. بصوا الشوربه بسم الله ما شاء الله جميله. هنجيب بقى كده راس توم، هنفصصها بقى كده كويس من بعضها، نشيل بس القشر من حواليها ونفصصها بعيد عن بعضها. هنحط الطوميه كده ونسند عليها السكينه زي ما انتم شايفين، وهنديها دبه من فوق، هتروح مفتوحه على طول، بدل ما نقعد بقى نمسك الفص فص ونقعد نقشر ويوجع ضوافرنا. وعامه انا عشان ضوافري قصيره لما باجي اقشره بيحرق ضوافري من جوه، فبيبقى صعب، مش بحب كده بصراحه. تحطي الفص تروحي دبه عليه دبه بالسكينه، تبص تلاقيه يعني اتقسم كده والطوميه خرجت. بصوا اهو بيتقشر بسهوله بسهوله فظيعه، يعني احسن من التقشير بقى والكلام ده. هندوق بقى قوي وننعمه قوي على قد ما نقدر علشان ما يبقاش باين في الاكل. احنا عايزين الطعم بس، مش عايزين نبقى بناكل نلاقي حته طوميه بقى جت في بقنا او على المعلقه شكلها مش حلو او في الطبق عايمه كده، لا احنا مش عايزين كده. اهم حاجه النعام، عشان قلنا العين بتاكل قبل البق. بصوا بسم الله ما شاء الله ناعم جميل قوي. هنجيب بقى كده القوطه بتاعتنا اللي هنعملها بالصلصه، هننضفها كويس او نشطفها شطفه تحت الحنفيه. وانا بحب اعمل كده والطبق فيه ميه بحيث ايدي تبقى نظيفه والسكينه تبقى نظيفه، واشطف القطايه كده كمان مره او الفلفلايه، لازم يبقى ايه ايدك في الميه على طول. شغل بقى الخلاط، نعصرها كويس اوي في الخلاط. جبنا هنا بقى الحله بتاعتنا، هنجهز الصلصه بتاعه الفته. نحط فيها معلقه سمنه وسط، يعني مش كبيره قوي، نحط نص كميه الثوم. يعني لو معلقه كبيره زي دي هنحط نصها، لو معلقه العاديه بتاعه الاكل هنحط معلقه كامله. هنحط نص كميه الثوم، بعدين هننزل عليها بقى ايه شويه بهارات كده مشكله، كزبره على كمون على فلفل اسمر على شطه، ننزل بيها على السمنه علشان تتقدح وريحتها تطلع مع التومه والسمنه. نحط عليها بقى شويه خل كده نعمل لها طشه. نزلنا بقى بالصلصه بتاعتنا الجميله، هنسيبها بقى لما ايه تتسبك وتاخد راحتها. نحط مكعب مرقه دجاج، وهنحط شويه بهارات كمان، احنا حطينا ممكن بهارات في الاول مش هنحط تاني، ده فلفل اسمر، نحط شويه فلفل وشويه الملح، وهنسيبها بقى تعيش حياتها. جبنا هنا بقى حله تانية للرز، هنعمل رز ابيض من غير شعريه ولا اي حاجه علشان الفته. انا كان ممكن ابدل الزيت يعني صباعين زبده بلدي او اي حاجه، بس الشوربه زي ما وريتكم بسم الله ما شاء الله فظيعه. طبعا انا هسقيه شوربه، هنا كان في النص كده النور قطع، معرفتش اوريكم وانا بحط الشوربه، النور قطع والفيديو وقف. فهنا انا سقيتها بشويه شوربه، طبعا الشوربه انا حاطه عليها كل التوابل بس ما حدقتهاش عشان تستوي بسرعه. فاما حطيت الشوربه هنا على الرز وحطيت بقى شويه ملح. بصوا الطماطم هنا كانت قربت تتسبك. جبنا بقى حله تانية علشان نعمل فيها بقى دقيه باميه، طالما في شوربه لحمه ومواسير يبقى لازم باميه. جبنا بقى حطينا برضو نص معلقه سمنه، وبقيت بقى الثوم، بقيت راس الثوم بتاعتنا. هنحط بقى الكميه التانية بتاعت الثوم، ولازم بقى القرن الفلفل الحامي الاحمر ده بيودي الباميه في حته تانية خالص، وريحه الثومه مع الفلفل رهيبه. وبرده شويه البهارات بتاعتنا هينزلوا مع السمنه عشان خاطر يدوا ريحه جميله ويدوا نكهه كده حلوه مع الثوم. وهننزل بباقي الطماطم.
برضه هنحط مكعب مرقة دجاج ونفس التوابل بتاعه صلصة الفتة اهو. احنا حطينا برضو شوية البهارات مع التومة، فمش هنحط الا الفلفل الاسمر وشوية الملح والمكعب مرقة الدجاج. بصوا الشوربة اللهم بارك. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه الزيت ده؟ بصوا المواسير والضلوع دي بتودي الشوربة في حتة تانية. اللحمة لو لوحدها مش تبقى بالجمال ده. بصوا ما شاء الله ما شاء الله، الدهون اصلا دايبة ازاي في الشوربة، يعني الدهون سايحة في الشوربة من كتر ما الشوربة غليت. هنا دي الصلصة خلاص اتسبكت. هننزل بقى بالبامية بتاعتنا الجميلة المتقمعة الصبحة دي على الصلصة من غير اي شرب. هنقلبها تقلبتين كده في الصلصة الاول لحد ما لونها يتغير بسيط. بعدين هننزل بقى بالشوربة السمينة الجميلة بتاعتنا دي من الحلة. انا مش بسم الله ما شاء الله الحلة كانت هتقع من ايدي من تقل العظمة والحاجات اللي فيها، من تقل الماسورة والحاجات بسم الله ما شاء الله اللي محطوطة. كانت الحلة ما شاء الله تقيلة جدا. بصوا هنا بقى هنجهز. انا ما بحطش للفتة عيش، البنات عندي بيسيبوا العيش ويقعدوا ينقوا الرز من على الوش، يشيلوا الرز ياكلوه ويسيبوا لي بقية الحاجات. فانا جربتها مرة واتنين بالرقاق، طلعت تحفة تحفة تحفة. بقى يسيبوا الرز وياكلوا الرقاق، فكده كانت جميله قوي وخفيفه قوي. جربوها من غير العيش هتعجبكم قوي قوي قوي. الرقاق اصلا لما بتحط عليه شوربه بيبقى طعمه جميل، بيبقى زي يعني اللبانه كده، مش دايب ولا مهري، لا بيبقى حلو محتفظ بقوامه، بيبقى طعمه جميل لما بيشرب الشوربه. جربوها مش هتندموا. طبعا انا حطيت برضو معلقه صلصه كده بتاعه الفته على الرقاق عشان تطعمه، تديله طعم بقى جميل في النص كده، بيبقى حلو قوي. وبرده لما كنت بحط عيش كنت بحط معلقه صلصه برده على العيش بتاع الفته، بس بعد ما اكون محمصاه في صباع زبده بلدي. هنحط بقى الرز بتاعنا ده الابيض اللي احنا سويناه مع بعض، هنسويه كده لحد ما يبقى شكله جميل. هنوزع بقى الصلصه هي اللي اتسبكت، نوزعها. بصوا جت هي، يعني هي جت كده رحت انا مكمله الضحكه. قولوا لي بقى كده الفته دي بتضحك ولا بتعيط؟ انا شفت دمعة نازله كده شلتها. قولوا لي انتي بقى في الكومنتات، الفته دي بتضحك ولا بتعيط؟ هطلع بقى خلاص اللحمه، احنا خلاص خلصنا اصلا وهنغرف. بصوا ما شاء الله دايبه دايبه دوب، اللهم بارك. جميله اللهم بارك تحفه. ودي الركبه، بس الركبه جميله حواليها السمين ده والقرقوشه، ودي الضلوع. بصوا الضلوع ما شاء الله. كفايه طعم الشوربه بصراحه، يعني الحاجات دي خلت الشوربه طعمها قوي وسمينه كده وجميله. بصوا بسم الله ما شاء الله اللهم بارك الله اكبر. هنا الباميه خلاص يعتبر يعني فاضل لها 5 دقايق وتخلص، يعني 5 دقايق كده ونطفي عليها. انا شفت واحده اهي لقيت استوت تمام، بس برضو قلت اسيبها شويه لان بحبها دايبه خالص، ما يبقاش الباميه لوحدها والصلصه لوحدها، لا هي الصلصه بالباميه كده ميكس. بصوا بسم الله ما شاء الله خلاص ما فيهاش غلطه. كفايه شويه الشوربه، اللي عنده شوربه لحمه ده لازم يستغلها في الاكلات دي. الاكلات دي ما بتتعملش الا على شوربه لحمه يا جماعه، بتبقى رهيبه رهيبه. بصوا اللهم بارك بقى، بالروح هرسنها الفلفله في الباميه في كله.